السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زي ما عودتكم دايما رشا الغفير من قناتي وصفحتي جربوها مع بنت الغفير. النهارده انا مش جايبه لكم مسكره عشان نعمل بيها وصفه طبيعيه ولا حاجه، زي ما العنوان مكتوب بالظبط كده. هاتي المسكره بتاعتك القديمه وتعالي ورايا على الحمام. جايبه لكم اختراع، حاجه اكتشفتها بالصدفه، وان شاء الله هتنفعكم وهتلاقوا فيها حل المشكله كلنا بنعاني منها. مش بينفع معاها حلول كتير وده الحل المثالي ليها. بس قبل ما ابتدي اقول لكم ايه اللي انا اكتشفته، يا ريت لو اول مره بتشوفي قناتي تعملي اشتراك للقناه وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، وكمان تسيبي كومنت وتعملي لايك للفيديو علشان الناس تشوفه وتستفيد من المعلومه اللي انا بقدمها. المسكرة دي يا جماعة أنا اكتشفت حل باستخدامها لمشكلة كلنا بنعاني منها، وهو حوض الحمام يا جماعة. طبعا حتى لو جبنا سلكت الحوض اللي هي بتشفط الهواء دي، مش هتسلك الشعر اللي بيكون لافف حوالين الحاجات من جوه. مهما حاولنا نسلكها الشعر بيبقى ماسك. أنا اكتشفت الموضوع بالصدفة وجربته، وأول ما لقيته حلو رحت جاري جايبة الكاميرا وصورت معاكم. المفروض دي كانت مكتومة خالص، بس أنا علشان سحبت منها شوية فابتدت تصرف، ومع ذلك لسه المية زي ما انتم شايفين كده اهي واقفة شوية، مش بتتسحب على طول، السحب مش قوي يعني اهو زي ما انتم شايفين. هوريكم دلوقتي لما ندخل المسكرة في قلب الحوض من جوه هتشوفوا ايه اللي هيطلع. تمام، اهي مسكرة قديمة انا خلاص ما بقيتش استخدمها خالص اهو. هندخلها كده في عين من عيون الحوض وهنلفها كده ايه علشان الشعر اللي فيها يلف حوالين شعيرات المسكرة ويمسك فيها، ولما نيجي نشده يطلع معانا بكل سهولة. طبعا غصب عني العباية دراعي بان، فانا هعدل بس العباية علشان خاطر دراعي بان فيها اهو. هبتدي بقى اسحبها لبره وشوفوا بقى البلاوي اللي هتطلع اهو يا جماعة. شايفين بكل سهولة مهما كنت استخدم المضخة او سلكت الحوض دي ما كانتش بتطلع الحاجات دي ابدا، كانت بتفضل دي فيها. شايفين اهو يا جماعه، معلش المنظر مقزز بس والله يعني دي كميه قليله من اللي انا سحبتها قبل كده. لما انا جيت اجربها لقيت كميه كبيره جدا، قلت اسيب شويه علشان اوريكم تجربه عملي في قلب الكاميرا في قلب الفيديو يعني. اهو زي ما انتم شايفين مسكره قديمه ملهاش اي لازمه، كنا كده كده هنرميها بسهوله جدا من غير بقى وجع قلب بقى، ولا تجيبي سباك ولا ترمي بقى بطاس في قلب الميه ولا اي حاجه. حوض الحمام بالذات ما ينفعش معاه غير الطريقه دي، لان بيبقى سده بيبقى الشعر اللي بيبقى واقع فيه. تمام، هنحاول بقى ننضف الباقي علشان السحب يكون شديد اهو زي ما انتم شايفين. هشوف لو لسه في بواقي. انا بجد بجد زعلانه ان انا ما صورتوش من البدايه، انا قلت اجربها والله لو جابت نتيجه هصورها لكم، ما جابتش نتيجه خلاص. وبالفعل جابت نتيجه وجريت جري علشان خاطر اصورها لكم وتشوفوها اهو. انا بحاول الاقي اي حاجه تاني بس اهو مش عايزه اقول لكم ما لقيتش حاجه الحمد لله. كانت بتغلبني جدا يا جماعه في التسليك، والحمد لله الطريقه دي جابت معايا نتيجه هايله. كنت بضطر افك المسمار اللي موجود في قلب الحوض علشان اطلع الحاجات اللي فيه وانضفها، وكان بيغلبني بقى بياخد وقت طويل. دلوقتي بقى بسهوله جدا بمسكره قديمه بيطلع معايا. انا بحاول اجيب حاجه من اللي جوه تاني لو بقى مفيش اي حاجه اهو يا جماعه، بسيطه جدا اهي زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى افتح الميه واشوف السحب بقى عامل ازاي. دلوقتي الميه هتقف وهتركن ولا لا؟ مفيش اي حاجه زي ما انتم شايفين اهو. انا فاتحه الميه على الاخر، الميه ما وقفتش ولا اتسدت ولا اي حاجه اهو زي ما انتم شايفين. انا والله مستحرمه جدا يا جماعه وانا فاتحه الميه بالشكل ده، بس اهو علشان خاطر اوريكم ان ما شاء الله بصوا مفيش ميه اتكونت خالص، السحب شغال وحلو جدا ومفيش اي حاجه اتسدت. ان شاء الله هتجربوا الفكره وهتعجبكم، وبصراحه يعني هتذهلكم ان شاء الله زي ما ذهلتني انا شخصيا. بالمناسبه الفكره دي حصري يا جماعه، تمام، علشان خاطر الناس اللي هتقولي انت واخده الفكره من حد، انتوا عارفين ان معظم الافكار اللي بجيبها حصري وبمسكره قديمه ملهاش اي استخدام بعد كده هنقدر نحل بيها مشكله كانت بتؤرقنا جميعا. اتمنى بس الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ما تنسونيش من دعواتكم، وما تنسوش تعملوا للفيديو لايك وشير وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وقبل ما امشي لازم اقول لكم دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.